هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده زي ما انتم متخيلين هنحكي زي ما انا وعدتكم عن الدعوة في روسيا، وايه سبب ان هي مش هتطلع، وهتطلع امتى، ولو هتطلع ازاي، وكل الحاجات دي هنحكي عليها في فيديو النهارده. علشان كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده هنيجي نحكي عنهم بالتفصيل وايه السبب وهتطلع امتى، واهم حاجه هقول لكم على الميعاد اللي هتطلع فيه علشان برضو ما يبقاش فيه اي ازمه وما تتأزموش من الفتره اللي جايه، وتبقوا عارفين ان دي مرحله وهتعدي وما تقلقوش جدا. فانا جايه النهارده اطمنكم واقول لكم بلاش تقلقوا. تعالوا نبدا بالمراحل كلها. تعالوا بقى النهارده انا هحكي لكم عن الدعوه وليه هم اصلا وقفوها وايه البلاد اللي هو وقفوها فيها، علشان بس كل ده نبقى متفقين مع بعض فيه. وكمان هنحكي امتى المتوقع ان هي ترجع لنا او يفتحوا الدعوة تاني، والدول اللي وقفت عليها. طبعا الدعوة زي ما احنا عارفين مصر، العراق، اليمن، ليبيا، افغانستان، وكذا دولة والصومال كمان واثيوبيا وقفت من عليهم الدعوة. طيب ايه سبب وقوف الدعوة؟ هنحكي عنه النهاردة في فيديو النهاردة، وكمان هنحكي ليه مصر بالذات من الدول اللي وقف عليها الدعوة وايه السبب. كل ده هوضحه النهاردة. وكمان انا جبت الكلام من الديكان بتاع الجامعة اللي انا موجودة فيها، فهديكم الخلاصة اللي قالهولي وبالترتيب كمان وايه الكلام اللي قاله بالظبط، علشان برضو ما تقلقوش وتبقوا في الامان وتبقوا كويسين. وانا عارفة ان الفيديو ده اتأخر رغم اني كان المفروض اعمله من بدري، بس بسبب ظروف شغلي وظروف الدراسة مش بقدر ان انا اعمل فيديو منتظم ويعني ويبقى على طول. فعشان كده يا ريت تقدروا وجهة النظر دي، وتقدروا كمان ان انا مش دايما بقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات. فعلشان كده انا ممكن اعمل لكم ريلز صغيرة، تبقوا اكتبوا لي في الكومنتس ايه الريلز اللي انتوا عايزينها وانا هعملها لكم، علشان يبقى الموضوع ابسط وكمان يبقى اسرع ان انا اعمل فيديو اكتر ما اعمل فيديو طويل. ندخل بقى في الموضوع. سبب ان هم وقفوا الدعاوي وخصوصا لمصر او للدول اللي انا قلتها بسبب ان في مشاكل بتحصل كتير مع الطلاب، او ممكن نقول ان الطلاب بتعمل مشاكل كتير، فعلشان كده اخدوا نقطة ان هم وقفوا الدعاوي. طيب هل في احتمالية ان ترجع الدعاوي وايه شكل المشاكل اللي بيعملها الطلاب؟ احب اقول لكم المشاكل اللي بيعملها الطلاب كتير جدا، لدرجة ان في طلاب اتمسكت بمخدرات. ده واحد. اتنين، في طلاب اتمسكت في قضايا يعني تحرش، ومش هقدر اقول اكتر من كده. في طلاب اتمسكت بقضايا نصب واحتيال وسرقة وحاجات كتير قوي، وانا مش فاهمة الطلاب اللي بتيجي بصراحة بالهدف ده بيبقى ايه لازمته ان انت جاي يعني. معلش يعني انت سايب مصر وجاي هنا تتاجر في المخدرات؟ مش منطق، فاهم؟ اللي هو انت بتعرض لنفسك اولا انك ما تجيش البلد تاني، ثانيا انت بتعرض لسمعتك، كمان انت بتعرض نفسك تبقى سجل بلاك ليست في دولة معينة، وانت شايف ان دي حاجة طبيعية يعني لما تكون بلاك ليست في دولة معينة. فاكتر من حد انا شفت فيه مصايب كتير قوي هنا بتحصل للأمانة. فعلشان كده ده سبب اللي وقفوا فيه الدعوة. طب ايه ذنب الطلاب اللي جايين؟ ما هم في ناس كتير بتيجي تهرب، يعني اكيد اللي بيتفرج على الفيديو فيه كتير قوي منكم جاي روسيا بهدف ان هو يهرب لمكان تاني، وكلنا عارفين كده وكلنا مقتنعين ان في حاجات زي كده. انا مش بقول ان الموضوع ده وحش او لا، بس الفكرة ان هو بسبب عدد الحاجات اللي بتحصل يعني بقت التوب الحاجة، فاهم ازاي؟ فطبيعي هم هياخدوا موقف ان يعملوا ستوب للموضوع، فاهمين؟ فعلشان كده عملوا ستوب للدعاوي، لان عدد الطلاب اللي بتيجي تدرس يعني اللي بيقعدوا ويستمروا في الدراسة بتكون اقل من عدد الطلاب اللي يعني بتهاجر. فاهم ازاي؟ فانت بنتكلم في 50 طالب بيقعد منهم 20 وبيمشي 30. فالموضوع ما فيهوش اي نقاش، يعني الموضوع مش مستاهل حتى ان انا اتناقش فيه، فاهمين؟ دي الفكرة الغاء الدعاوي. يعني ليه الدعاوي اتلغت؟ فده كان اكبر سبب سمعته من الديكان، كان اكبر سبب حرفيا. بعدها السبب التاني كان المخدرات، السبب التالت كان تحرش، والسبب الاخير كان ان في طلاب كتير قوي بتيجي بهدف الشغل وبتنسى الدراسة اصلا وما بتدفعش مصاريف الجامعة، وفي الاخر بتترفض وبتكسر فيزا وبتفضل موجودة في روسيا، والموضوع بيبقى بيس كده، وفي الاخر بيزعلوا لما بيترحلوا. فدي كانت اكتر النقاط اللي انا سمعتها من عميد الكلية لما سألته.
تعالوا ندخل على الجزء التاني، وهو امتى طيب هيفتحوا الدعاوي، وهل الدعاوي دي متوقفة على بتوع التخصص والباتفاك وكله، ولا بس على بتوع الباتفاك؟ يعني تعالوا نتكلم في الجزئية دي، وهل في جامعات اصلا حاليا بتطلع دعاوي؟ تعالوا هنحكي برضو في النقطة دي. خلينا نرجع لموضوعنا ونشوف امتى هيطلعوا الدعاوي. الدعاوي بالمناسبة هتطلع قريب جدا جدا جدا. يعني الكلام اللي اتقال لي بالنص من العميد بتاع الجامعه، انا هقول لكم الكلام اللي اتقال لي بالنص. اتقال لي اني خلي الطلاب اللي بتدرس تحضيري تكمل دراسه زي ما هي، ما تخليهاش توقف. خلي الطلاب اللي بتدرس تخصص اونلاين ما تخليهاش توقف، خليها تكمل زي ما هي. طيب ايه الهدف او ايه اللي ممكن يحصل؟ قالوا لي ان في احتماليه كبيره مع بدايه السنه الجايه على شهر 1 او شهر 2 هيرجعوا موضوع الدعاوي تاني. هو الفكره ان في حاليا شحنه كبيره قوي من حوار الدعاوي، وهم مش عارفين يحددوا مين اللي جاي دراسة ومين اللي جاي تهريب، مين اللي جاي شغل، فهم مش عارفين يحددوا الموضوع ده. وبسبب ده هم عملوا ستوب، بحيث ان الناس اللي كانت بتفكر في الموضوع ده فمش هتستمر اونلاين، فطبيعي مش هيطلعوا ليها دعاوي. يعني هم قالها لي كده، قال لي اللي كان جاي لغرض معين فلما هيلاقي الدعوة اتأخرت هيسحب ورقه وهيسحب فلوسه. في الحالة دي احنا هنفهم ان ده كان جاي لغرض معين، هيتحط في دائرة المحظورين شوية. والناس اللي هتستمر في التحضيري هم دول اللي بعد شوية هنطلع ليهم الدعوة وهيجوا ما يبقاش عليهم اي مشاكل، لان دول استمروا ودول احنا شايفينهم وهم عايزين دراسة. فنصيحة مني، لو انتوا بتدرسوا في تحضيري وعرضوا عليكم اونلاين، دي ممكن نقول زي خدعة عاملينها علشان يعرفوا مين اللي جاي دراسة ومين اللي جاي علشان يهرب ومين اللي جاي عشان شغل ومين اللي جاي علشان الحاجات دي كلها. فعلشان كده نصيحة، استمروا في الاونلاين. لو انتوا شغالين اونلاين استمروا في اي برنامج انتوا شغالين فيه، مفيش اي مشكلة ومفيش اي ضرر عليكم. خلي الجامعة تثق ان انتوا جايين دراسة، وده الافضل ليكم عشان ما يحصلش ليكم اي مشاكل، وعلشان ما تحطوش في البلاك ليست وتلاقي نفسكم بتطلع لكم الدعوة بصعوبة وبإعجاز. فاهمين؟ فدي كانت نصيحتي ليكم. طيب هل في احتمالية قريبة؟ في احتمالية كبيرة جدا ان الدعوة تطلع وعلى شهر 1 أو 2، وده الكلام اللي انا سمعته من عميد الجامعة، بقول لكم بالتفصيل اللي اتقال لي. فاحتمال كبير قوي في شهر 1 أو شهر 2 اللي كان مستمر اونلاين هتطلع له الدعوة بتاعته ومش هيكون عليه اي مشاكل. فعلشان كده ما تضيعوش مستقبلكم وكملوا اونلاين زي ما انتوا عايزين، وان شاء الله هتطلع لكم الدعوة. اما بقى بالنسبة لهل في مدن حاليا شغالة في الدعاوي او بتطلع دعاوي، احب اقول لكم مفيش ولا مدينة في روسيا بتطلع دعاوي او ولا جامعة في روسيا بتطلع دعاوي. الموضوع عملوه ستوب حرفيا، مفيش اي حاجة حاليا شغالة دعاوي. علشان كده لو حد جه قالك ان في جامعة فلانية بتطلع دعوة، كذب. لو حد قالك ان في المدينة الفلانية بتطلع دعوة، برضو كذب. عشان كده خليك ناصح وافهم المواضيع كويس. اني الدعاوي وقفت، مفيش جامعة بتطلع، القرار شامل روسيا كلها. القرار مش واقف على مدينة واحدة ولا على جامعة واحدة ولا لا، القرار واقف على روسيا كلها. بس ممكن نقول ان في جامعات تحضيري نسبة الطلاب فيها اللي بتيجي تهريب اقل، فالموضوع هيكون اسرع معاهم. يعني ممكن نقول الحتة دي. في لا جامعات بيبقى نسبة الطلاب اللي تيجي فيها كتير، وشايفين ان الطلاب اللي بتيجي اصلا مش بهدف دراسة، فالفكرة هيكون معهم أضيق الوضع أو أصعب الوضع علشان يعدوا المرحلة، وممكن يستنوا شهر 3 ويستنوا شهر 4. طيب في حالة ان انا درست اونلاين والدعوة بتاعتي اتأخرت او ما طلعتش، ايه الحل؟ الحل ان انت بتاخد شهادة طبيعية جدا بتقدر ان انت تقدم فيها على التخصص السنة الجاية، مش بيكون عليها اي مشاكل. شهادتك بتكون كويسة ومعتمدة ومفيش اي ضرر فيها. تاخدها اونلاين، لما بتيجي هنا بتستلمها ورق، او ان انت بتاخدها ورق عن طريق حد ليك هنا او عن طريق ان هما بيبعتوها ليك بريد. فده ما فيهوش اي مشكله وما فيهوش اي ضرر عليك، فما تقلقش، هتاخد شهاده زيك زي اللي درس هنا، ما فيش اي ضرر عليك. بس دي كانت النقطه بتاعه الدعوه اللي حبيت اوضحها، وكل النقاط وضحتها لكم. بس كده وبكده يكون خلص فيديو النهارده. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. بس كده، بحبكم كتير. كانت معكم مونيكا، باي باي.